في شهر كياك احنا بنسبح قبل ما نطلب وبنفرح قبل ما العيد يجي. لو لاحظت تسبيحة شهر كياك هتلاقي ان هي مش مليانة بالطلبات ولكن مليانة اكتر بالتسبيح والبهجة والفرح. والسبب ان الكنيسة في كياك مش بتستنى ان التجسد يحصل، لكن هي بتتعامل مع سر التجسد ان هو حقيقة الهية ازلية تمت بالفعل. عشان كده الآباء قالوا التجسد مش رد فعل لخطية الإنسان، لكن هو إعلان محبة أزلية كانت موجودة قبل سقوط الإنسان. عشان كده هنلاقي في تسبيحة شهر كياك في السقطقيات هنلاقي إن الكنيسة بتقول على العذراء إنها والدة الإله، وبتحكي عن تجسد السيد المسيح من العذراء وإزاي إن هي والدة الإله وكأنها خلاص ولدت الإله أو تم التجسد. بتتعامل مع العذراء كأنها أم، متتعاملش معاها كأنها لسه لم تلد. المفروض ان احنا في شهر كياك لسه مفيش ولادة، لكن ده بيدل ان الكنيسة بتعيش الحدث قبل اكتماله الزمني. كمان هنلاقي القديس اثناسيوس الرسولي في كتابه تجسد الكلمة بيقول: لم يأخذ الكلمة جسدا نتيجة ضعف في محبته، بل لأنه هو المحبة نفسها. كمان القديس غريغوريوس النيسي بيقول: ما أعلن في الزمن كان معدا في قصد الله منذ الأزل. عشان كده الكنيسة في الكهك مش بتنتظر الخلاص ولكن بتسبح لأن الخلاص قد تم. والميلاد الزمني الكنيسة مؤمنة بأن التجسد أزلي. سنة وانتم طيبين بالميلاد محتفلين. متنساش تشترك في قناتنا على اليوتيوب، عايزين نوصل لأكبر عدد من المشتركين قبل نهاية السنة. باقي كام فيديو ونختم فيديوهات السنة دي. أتمنى تتابعنا على اليوتيوب، على الفيسبوك، على تيك توك. شارك الحلقة مع أصدقائك. متنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، متنساش تشوف حلقات عيد الميلاد اللي عملناها قبل كده موجودة على القناة. أكتر من 200 حلقة موجودين على القناة. أشوفكم الحلقة الجاية. سلام.